مع ماركو مراد على ميجا اف ام. ولا قلنا ولا قالوا، علشان بس نجيب من الاخر في البرنامج ده. انتوا عارفين ان هو ايه يعني بيلخص الامور. طبعا مصر كلها طالعه تتكلم ان فاروق جعفر طبعا ملك النص كابتن مصر ونادي الزمالك ان هو يعني اعتذر او ان هو تصالح مع المستشار مرتضى منصور. في ناس كاتبه كلام في زياده، خلينا ناخد المصدر نفسه. كابتن فاروق جعفر معانا دلوقتي على الهواء. اهلا بك يا كابتن، وكلام في الجون على ميجا اف ام. اهلا بك، ازيك؟ اهلا بك يا كابتن. كابتن دلوقتي مصر كلها بتتكلم على انك كنت في النادي وقابلت مرتضى منصور واتصالحتوا مع بعض، وقلت وصرحت للناس كلها ان ده راجل رئيس النادي كلنا لازم نقف جنبه، وانك عاتبت على ميدو ان هو استمر في النادي، وان كان في يعني كلام ممكن يكون مبالغ من ميدو تجاه رئيس النادي، وان انت متضايق من الموضوع ده. هل الكلام ده كده؟ لا الكلام ده مش مظبوط خالص. مش مظبوط خالص خالص. حلو. طب هم كانوا واقفين يسجلوا. انا ما جبت سيره ميدو خالص. طب ما تحكي لنا كده ايه اللي حصل من الاول؟ معلش. نقطه واحده اللي جبت فيها سيره ميدو ان هي بتاعه لو انا مكان ميدو حصل ده همشي. فمرتضى رد عليا وقال لي طب ما امشيش ليه؟ ما امشيش ليه؟ عشان كان قبل ماتش الاهلي، ولو كان مشي هيقولوا عليه هربان. لا انا ما اعرفش، هو بيرد عليا انا يعني. ماشي. لا انا اللي برد يعني. يعني ماشي. انا هو مرتضى قلت له لو انا مكانه واي حد قال لي كده هاخد بعضي وامشي. صح. قال لي طب هو لو زكي كان مشي. الله. طب هو قال لي كده، قال لي كده قدام الاخوه. طب هو ما اقلوش ليه؟ وهو ما اقلوش ليه قدام كده الاخوه الصحفيين. ما اقلوش ليه طالما هو عايز يديله رساله ضمنيه؟ ليه رساله ضمنيه؟ ما يقيله طالما ما هو مش. انا بحكي لك في اخوه صحفيين كانوا واقفين عشان انا كلامي هو كلام يعني حرف. يعني لا انا كلامي ما بتحرفش، انا كلامي واضح. انا كلامي معاهم ان يعني المفروض مرتضى يفرغ نفسه للنادي وما يخشش في وجع الدماغ والمشاكل، عشان هو عنده مهام. هو احنا عايزين الفرقه نادي الزمالك. قال لي انا خدت بطوله الدوري، قلت له الاجمل ان انت تستمر، ان انت تاخد البطولات. بالظبط، ان انت تاخد البطولات. ده الحوار اللي بيني وبين مرتضى واحمد مرتضى. لكن انت دخلت النادي ومفروض ان هو كان صدر قرار ان ابني بيلعب في مواليد 99. ابني لا هو كان بيقول ان هو مش هينفع يدخلك، او هو مش هيدخلك نادي الزمالك تاني. يا عم الكلام ندخل ايه نادي ايه اللي ما حدش يخشه؟ وانه شال اسمك من على الحديقه ولا؟ يا عم حديقه وانا ناقص حديقه مايكل؟ انت يعني الناس احنا الكوره ادتنا الحمد لله هي الحديقه يعني انت بتقيم واحد هتقول له احنا بنبيع فجل حديقه 5. لكن ما فيش بقى حد منعك والكلام ده. انت بتخش النادي طبعا. يمنع مين يعني؟ انت بتتكلم ازاي؟ مين اللي يمنعنا؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ هو اللي قال كده يا فندم، مش احنا. طب ما انا دخلت النادي بقى، ما انا دخلت النادي يعني رحت النادي دي تاني مره اروحها. واتفرجت على على ابن حضرتك كان عنده يمنع مين يعني؟ يمنع مين يعني؟ ده احنا النادي يعني انا واجيالي واللي قال ان ميدو كمان لو عدى 20 كيلو متر مربع حوالين النادي انا همسكه ومش عارف ومش هدخله. طب ما هو قال كده برضه. بص انا موضوع ميدو انا يعني انا مش عايز ميدو، يعني ميدو لسه صغير، احنا مش عايزين. احنا موضوع ميدو ده ما يتداول، ده كان بنذبح ميدو. طب هو انت شفت اكيد الحوار بتاع امبارح، انت ايه رايك في الحوار؟ هل ميدو غلط امبارح في الحوار؟ والله هو ميدو بيعبر عن وجهه نظره زي ما مرتضى بيعبر عن وجهه نظره يعني لكن احنا مش يعني انا الناس اللي بتقول انا رحت النادي واعتذرت وان انا الكلام ده ما حصلش ولا اعتذر. انا قابلته وسلمت عليه وقلت له ركز في النادي والنادي بتاعنا والنادي مش عارف ايه، واحنا بنتكلم معاك بصفتك رئيس النادي، ان احنا بنتعامل معاك انت رئيس النادي. فالمفروض الزملكاويه اللي بيحبك يقول لك ان انت تتفرغ للنادي وما نخشش في المشاكل دي كلها. لكن حتى ما عاتبتوش على الكلام اللي قاله في حقك؟ ابنه جاب لي، حتى هو لو انت بقى انا عايز الولاد اللي هم كانوا موجودين يجيبوا هو قاعد جاب لي التليفون، انا ما قلتش حاجه، انا ما اتكلمتش، قاعد يعمل لي التليفون كده ويجيب لي قلت له الرسائل، قلت له انا قريتها مش هي دي. قال لي لا هي دي الرساله. تم قال لي مدحت ومش مدحت، قلت له انا ومدحت واحد يعني. الحاجه كانت ان مدحت وفاروق جعفر، قلت له انا ومدحت واحد. يعني لو انت يعني هو انكر الكلام ده، يعني هو انكر ان هو الكلام ده متصور يا كابتن.
طب ما انا عارف طبعا. طيب امال وشفته ايه؟ لما شفت وانا شفته وميدو عرضه امبارح مع عمرو اديب وانا شفته وانا شفت الكلام ده. بس انت يكفيك يعني ان هو قال لك لا ده مش كلامي وبتاع، يعني خلاص ماشي. انا ولا يكفيني، انا ما بتكلمش في كده، انا بتكلم في نقطه مهمه. انا اولا اي حد يبقى فاهم ان انا رايح عشان مرتضى غلط، انا رايح لابني، ابني بيلعب مفهوم في 99. لكن ماشي اتقابلته وتصالحته. معايا احمد. نعم ده عتاب. ده عتاب يعني عتاب. لا هو قال لي ما تزعلش، ولا انا قلت له ما تزعلش، يعني ولا انا قلت له بس رست على ايه القصه في النهايه يعني، وانتوا ماشيين كان ايه اخر ولا اي حاجه. ربنا يوفقكم الفرقه، وان شاء الله الفرقه تقف على رجليها، مش عايزين مشاكل. وقلت لهم انا بقى اللي ختمت الكلام، يا جماعه مش عايزين مشاكل ومش عايزين اي كلمه تتقال جوه نادي الزمالك تبقى بره على لسان كل واحد لكن قال لي ده انا رافع. قال لك ايه على ميدو؟ قال لك ايه على ميدو؟ اول ما قال قضايا وميدو والكلام ده، خدت بعضي ومشيت. قال لك ايه انه رفع قضيه النهارده على ميدو صح؟ قال لي كده، رحت واخد بعضي وماشي. قال كده قدام الناس، وقال في كذا جنيه كذا وقضيه كذا وبتاع، خدت بعضي بقى ومشيت يعني. لما لقيت ان الموضوع هيسخن قلت امشي. انا اصلا يعني انا كنت زعلان عشان ميدو ده صغير. ميدو ما ينفعش واحد في بدايه حياته يبدا يعني يتقال كده، ولا يعني هو ده يعني هو انا دخلت في الموضوع ازاي يا كابتن كده انا دخلت في الموضوع ازاي؟ بس انا ماليش اي دور. انت دخلت في الموضوع علشان عاتبت على لقائه الفردي مع اللاعبين، فهو ازاي انت تقول كده؟ طبعا هو دي حقيقه، وانا بقول لغايه دلوقتي، قلت له النهارده كده قدام الناس. ايوه فقال لك هو المفروض كان ياخدها من قصرها ويمشي. لكن ما اتكلمش بقى في موضوعي، هو بيتكلم بقى في مواضيع ثانيه خالص، ما اتكلمش في حاجه تخصني خالص، ولا تخص ميدو، غير في الاخر راح جايب ميدو في كلام. هو بيتكلم على النادي والانجازات والحاجات، وان هو خد احسن رئيس نادي والكلام ده. فانا قلت له لما رئيس نادي الزمالك ياخد احسن انجازات، الافضل بقى ان انت كمان تستمر في الانجازات ويبقى افضل. ده الكلام اللي انا قلته. غير كده لا في اعتذار ولا في ولا ده كان عتاب ووالدته ولا. لكن العتاب اسمر على ايه؟ صافيه لبن يعني، ولا العتاب اسمر على عايزين بس نفهم انتوا وصلتوا لانه اني بوينت ولا اي حاجه. انا خدت بعضي وسلمت عليه سلام ورحت واخد بعضي ورحت ماشي يعني. انا وابني قاعد في العربيه وسلمت عليه، السلام عليكم، السلام ورحمه الله، ورحت ماشي. رحت بس اخر قبل ما امشي قلت لهم يا جماعه مش عايزين تسخين، خلوا الراجل يشتغل والنادي يستقر بس شويه، عشان النتائج عنده الدوري وعنده كاس وعنده بطوله افريقيه. الناس تستقر. ومدرب جديد. تركيز. ومدرب جديد. ده اللي انا قلته. يعني ما حصلش مثلا ان انا قلت لا زي ما انت بتقول، ولا جبنا لصافي لبن ولا جبنا الكلام ده خالص. انا انت ما قلتش كده، بس طب انا لعبت للنادي ده 24 سنه. انا لعبت للنادي ده 24 سنه. احنا حتى بيقول يعني هو بيتكلم الرموز وكده، قلت له الرموز دول اللي هم شقيوا وتعبوا عملوا النادي. هو ده كان دي وجهه نظري يعني. طبعا لا صح مليون في المية، انا بتفق معاك يعني هو ده كلام، لكن ما حصلش بقى اكتر من كده. يعني اللي هيقول اكتر من اللي انا بقوله ده يبقى كلام مش مظبوط. هو قاعد يتكلم في مواضيع ما تخصنيش اصلا. سيبنا من المواضيع، انا هرجع لك تاني في حاجه تانية. بس انت بالنسبه لك نيتك بالنسبه له ايه؟ لان هو كان قبل كده كلم محمد كامل وقال له لا ما تشغلش فاروق جعفر في القناه وبرزنتيشن. انا ولا ما بشتغلش عند برزنتيشن، ده ماليش دعوه بيهم خالص اصلا. بالظبط، انت بتشتغل في اون، دي حاجه تانية. ده يعني كلام برضك، احنا مش بالريل يعني. طيب يعني الناس امبارح زملكاويه عاتبوا على ميدو ان هو طلع وقال لك ايه ده انت بتهين الزمالك. هل انت شايف ان ميدو امبارح اثر في شيء لما طلع يتكلم في القضيه بتاعته، ولا انت شايف ان هو اتكلم بشكل ممكن يكون يعني شخصي على حالته هو؟ بص انا موضوع ميدو قبل كل حاجه انا شايفه من الناحيه الانسانيه ان ميدو اكتر حد في تاريخ الكره المصريه اتهان. من مين؟ من رئيس النادي. من رئيس النادي، بتفق معاك. يعني انا عمري ما شفت الشتيمه والكلام لا واصله لمرحله صعبه قوي. عنده بيت وعيال وكده. هو ده اكتر حاجه واصله الاعراض. يعني احنا بنتكلم لا مش مجرد يقول لك لعيب فاشل ولا مدرب فاشل، لا احنا لكن انا ما دي كلها تتقال ان انا وحش، ان انا مش نافع، ان انا مش مناجح. بنسمعها كتير.
بس ده وارد ان انت تقول واحد ما عندوش كفاءه، ما عندوش امكانيات، ما عندوش قدرات، ده وارد. لكن الدخول في الموضوع ده انا ما حصلش بعديها بيني وبين ميدو تواصل في الموضوع ده، وما كنتش بقى يمكن كان هو قعد فتره مختفي عشان بيحضر الكلام اللي كان هيقوله. في ناس قالت امبارح ان انت يعني كان في تنسيق بينك وبين ميدو في بعض المعلومات. اقسم بالله العظيم ما شفت ميدو ولا كلمته ولا اعرف عنه اي حاجه. من قبل ما اقول الموضوع ده بحوالي اسبوعين، كنت اخر من اسبوعين كده، كان في التوقف اللي فات بتاع مباراه الاردن. رحت النادي، كان سيف بردك عنده كان في التمرين. ورحت قابلت ميدو وشيكابالا وحازم. سلمت عليهم، كانوا في الملعب خرجوا لي. سلمت عليهم. كان لسه حازم متعين، انا فاكر انا المقابله دي. وخدت بعضي ومشيت. بروح على الملعب الفرعي اللي بيلعبوا فيه سيف والولاد الصغيرين. وبمشي. ما شفتش ميدو من ساعتها خالص، وما اتكلمتش معاه. يعني هو قال بعض المعلومات اللي يمكن تكون طلعت قبل كده على لسانك، فالناس ربطت قالت لك لا ده خلاص ده ميدو شكل جبهه مع كابتن فاروق جعفر لمحاربه مرتضى. لا بص، انا بص، انا لو انا هحارب، لو انا زعلان من مرتضى، فانا عندي قدره ان انا اخد حقي واحارب لوحدي. انا مش مستني حد. لكن انا اللي زعلان عشان ميدو ان ده صغير، احنا كبرنا. يعني احنا ولسه ليه مستقبل في التدريب، ولسه بيقول يا مستقبل والكلام برضك اللي اتقال هو ده كان مزعلني. ميدو امبارح رد بطريقته، لكن يعني انا في الموضوع ده يعني انا ما اقدرش اقول لميدو لا انا بكلمك كزملكاوي، حسيت ان هو غلط في حق الكيان ولا شايف ان هو اتكلم كلام طبيعي؟ ما انت واحد بتقول انا عندي شذوذ، ما انا هقول بقى اي كلام اي حاجه. انت خلاص جبت اخري، يعني انت خلاص، يعني انت عايزنا بقى اقع في البلاعه وتقفل عليا. ما هو ده اللي فاضل، ان في البلاعه واحد يقفل عليه. الناس كانت خايفه ان هو يطلع يقول ان الزمالك بيكسب بالسحر، وهو نفى الكلام ده تماما امبارح وقال لك انا مش عايز حد يقول كلامي عشان هم بيلعبوا على النقطه دي. انا ما قلتش ان الزمالك كسب بالسحر، انا قلت ان الزمالك خايف من السحر اللي بيعمله ممكن الانديه الثانيه تجاه بعض اللاعبين زي كهربا وباسم. ده اللي قال. لا بص حضرتك، انا يعني انا ما يعني موضوع ده انا ما حضرتش الكلام ده، واللي حضره ميدو كان بيتكلم فيه او مرتضى اللي بيتكلم فيه. لكن انا ما حضرتش الموضوع ده، الواقعه دي. فانا انا بتكلم في الحاجه ممكن اللي تخصني. انا الحاجه اللي تخصني ان انا زعلت من مرتضى اما قال ان الكلام اللي قاله على ميدو يعني بشكل عام، مش عايزين نخش في تفاصيل. هو ده. والموضوع الثاني ان هو في البدايه قال انتوا مالكم ان انتوا تخشوا. لا انا قلت وجهه نظري، وانا حر ان انا اقول وجهه نظري. انت راجل زملكاوي في النهايه، انت ايقونه من ايقونات الزمالك. لو اهلاوي هقولها. طب انا بقول المنتخب ده ما ينفعش ضد ده، يعني معنى كده الراجل اسمه كوبر ده هيروح يعمل لي قضيه. وانت ما في حريه، وجهه نظر فنيه. يعني انت شايف ان ممكن يكون في حاله من حالات القمع الفكري او الاراء. لكن انا اللي شايفه ان وجهه نظري برضك لمصلحه نادي الزمالك ان مرتضى لازم يهدى خالص. مرتضى لازم يبعد شويه تماما عن الكلام. انا بتكلم لوجه الله، يعني انا لا صح. لازم يبعد تماما شويه ويهدى خالص. عشان انا شايف ان يعني النغمه بتعلى كل شويه. يعني والناس اللي حواليه يعني انا ارجو ان هم يهدوه. بيقول في مؤتمر صحفي هيتعمل بكره او بعده من رموز النادي تتكلم على ميدو، ويقولوا ان هم متضايقين من ميدو، وان اللي حصل ده مش عارف لا يجوز، وان هو كده اهان الزمالك، ما اهانش شخص، واهان رموز نادي الزمالك كلهم. هل انت ممكن تشارك في مؤتمر زي ده؟ بتاع ايه؟ رموز نادي الزمالك للرد على ميدو. ان كنت انا مش موافق ان ميدو يشتم، ومش موافق اكيد ان يتعمل مؤتمر بقى، ولو مش موافق كمان لا مش على المؤتمر، ومش موافق ان ميدو بيتهان بالشكل ده، ومش موافق لو ميدو قال اي كلمه على نادي الزمالك الكلام ده انا مش موافق عليه برضه. طبعا. لكن فكره الدعوه انا فاصلا يعني انا مش هحضر حاجه زي دي. مش هتحضر حاجه زي دي طبعا. حاجه مش مقتنع فيها، وبعدين حاجه بتقلل من قيمه، وموضوع بنخرج بره يعني ما ينفعش. صراعات عماله بتبقى زياده قوي بصراحه. شكل